علاش صار اليوم هذا الشفاف الوقت الاحتجاجي اللي صاير اليوم؟ علاش؟ جلسة عامة انتخابية معناها تبديل كل الهيئة. الانتخاب معناها اللي مش يترشحوا يلزمهم كلهم يتبدلوا. قدمنا انخراطاتنا واشتراكاتنا وقعدنا نظرا للاشتراكات، قال ما فماش معناها اشتراكات يتحمل مسؤوليته في كلامه. ثم عديد الفلاحين ما جاتهمش اشتراكاتهم، ما جاتهمش الاستدعاءات نتاعهم نظرا للجماعه اللي هي معينه قلت لبعض اطرافها اللي هم يحبها. وش عملتم انتم في الاتجاه هذا؟ علمتوش السلطات؟ علمنا سيد معتمد واتصل بسيد المندوب، والمندوب قال ما فماش حتى مشكل حتى لاخر وقت ينجم يقص معناها الانخراطات نتاعو حتى ليله الجلسه العامه، فهمت ولا؟ وهذا الكل حكايه باتصال مع سيد معتمد وسيد المندوب، لكن سي فتحي الشطي شادد صحيح يقول يلزم معناها قبل ب20 يوم يندرى عملت معلقه للفلاح باش تعلمهم وتحط لهم على بينه اللي هم معناها اسمها توقف اسمها الاشتراكات حتى معناها قرابات 20 يوم، ولا هذا الموضوع اللي نحبوا نوصلوا. المطلب العام بالنسبه لكم؟ المطلب العام يلزم تجديد كل الهيئه، وانتخابات والصندوق هو الفيصل بين الناس. الصندوق هو الفيصل بين الناس، واذا كان معناها فلاح راضي على الوضع هذا هنا يا سيدي يتحملوا مسؤولياتهم، كل واحد يعرف روحه علاش قال، ومش سهل راهي. انتم الشعار نتاعكم تصحيح المسار الانتاج الفلاحي، شو الوضع نتاع الفلاحه؟ الفلاحه اسال بعض الفلاح، اسال بعض الفلاح يجي احسن، يجي اسال هو السيد احسن بن عافيه فلاح. بس احسن شنو ولا فلاحه في تبولبل؟ فلاحه راني دوام لله. علاش؟ علاش راني معناها الدنيا كلها واكله بعض، لا مي لا كونتيرات لا ثنايا لا حتى العون ما تلقاش شي جنب. يعني ما فماش جمعيه تلهي بكم، ما فماش اتحاد تلهي بكم؟ ما فماش، ما فما حد شيء. وانا ما سنيتش نتشق فعلا مسلسله ونتخطى ب 1000 متر وميل ويبعث لي عاد منفذ وقلت شيء حب 14 فلاح تتفرج عليه. وعلاش هذايا؟ علاش؟ قال لك انت والفل مسلم مشاوى قلبها الفاله مسلسله وقلبها، قال لك انت عندك مفتاح تحل فيها، عشان ما تكسر لي انت كان عندي واحد طالب الميل. كان انت ولا الفلاح كان انا تسخط ب 1000 متر وميل، فهمتيش؟ واللي بعث لي عاد منفذ، مش ما تبعثليش ونخلص عاد منفذ تسخط ب 1000 متر وميل وقلت انا شاي حب 14 ونسلي في الميل الملح. اليوم المنطقة المنطقة إين دي ما فماش عداد يمشي اللي هو امور ومبونيتا، وما فماش حنفيه صحيحه الكونتيرات كل معدل. طول الانسان ما هاك يمشي لهاك مش معقول. وعلاش هذا؟ علاش؟ شو علاش؟ هما يعملوا كيما هكا. كانوا كل امريكيين واليوم شنو فما بالنسبه لكم انتم؟ احنا عام صحيح عملناه العام الصحيح، عام صحيح مليون خساره بالنسبه لاني معناتها الزمراجع وربع خساره مليون صحيح في الطماطم وفي البطاطا. والسبب الكل من الماء والسبب يا مش سبب، لا 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 مش سبب من الماء. تو الماء بالنسبه تو اني معناتها الزمراجع ياكلوا ب 460 او 15 دينار او 17 دينار، على قبل كنت ناكل ب 150 دينار. مش معقول ما عادش خلص. تصب ماده ديما مطلوب ديما مطلوب ديما تصب ماده ديما مطلوب من غير ما تسمع من غير ما تسمع. كونتير عامل كونتير وخذ حق الناس. مش حتى شيء الكونتيرات حتى ما بيظهروش. فتراهم انتم في اللي صاير اليوم عادي مؤتمر انت اليوم شنو موقفكم منه؟ بالامريكيين كنا امريكيين الدوله مش عامله راس مال الفلاح كل شيء امريكي. اليوم تغيرت الامور، اليوم تغيرت ما تلقاش حتى كيش تتعدى بالرجل بتعدى كم بالرجل ولا يجي يتكلم يجي يتكلم يجي رشيد يجي هو سي رشاد هو فما بعض فلاحه قال لك الدوله مش عامله راس من الفلاح، ولا هو العمود الفقري هي الفلاحه منسوب على تونس. راه وقت تقول العمود الفقري ومناو توفير الامن الغذائي للشعب هو الفلاح لثاني الركبه، هو لثاني الركبه هو اللي يوفر في الانتاج للشعب. هذا الكل كاي يلزم ناخذوه بعين الاعتبار. مازالت طبلبة عاصمه بكورات؟ طبلبة عاصمة البكورات وقت الذروة، راية طبلبة تخدم على 4 أشهر. يا ناس فيقوا 4 أشهر، عندك من آخر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري. إذا كان فاتونا ال4 شهور هذوما ما عادش نجموا ناكلوا حتى الخبز مع أي بلاصة حسب معناها المساحات الكبيرة. احنا كل فلاح يعيش من قطعة أرض نتاع زوز مراجع، راه مش سهل يوفر معناها في الانتاج ويخدم في يد عامله وحالات اجتماعيه، وهذا الكل كاين صار من زوز مراجع الناس تاكل في الخبز من بعض. ولهذا لفته كريمه
مسولط باش تراها بعين الاعتبار، وترى هؤلاء الفلاحين الضعاف اللي قاعدين ثانيين الركبه ليل ونهار يلزمهم معناها يتجندوا لمصلحتهم ومعناها باش يخلقوا مورد رزق نتاعهم ومورد رزق نتاع غيرهم.